السلام عليكم ورحمة الله. النهارده حابب أتكلم معاكم عن موضوع بنشوفه كتير وهو الإجهاض المتكرر وحدوثه. الحقيقة كلمة إجهاض متكرر معناها إن لو حصل إجهاض مرتين أو أكثر ده بيعتبر متكرر. والنقطة المهمة جدًا اللي حابب أأكد عليها هو إنه قبل حدوث حمل مرة أخرى لازم يتم استبعاد كل الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الإجهاض المتكرر، ومنها الأسباب العامة زي اضطرابات السكر، اضطرابات الغدة الدرقية، اضطرابات الأمراض المناعية زي السيستميك لوبس، الذئبة الحمراء أو الروماتويد أو غيرها من الأمراض المناعية اللي بتؤدي إلى لفظ للجنين في خلال الشهور الأولى من الحمل. كل الاضطرابات دي لازم طبعًا يتم تصحيحها قبل حدوث الحمل مرة أخرى. ولازم طبعًا يتم تشخيص جميع الأسباب الموضعية اللي بتؤدي للإجهاض المتكرر، وسائل التشخيص المختلفة زي السونار ثلاثي الأبعاد أو منظار الرحم التشخيصي. الأسباب الموضعية سواء في الرحم أو في عنق الرحم زي موضوع اتساع عنق الرحم، أو إنه يكون في حاجز داخل تجويف الرحم أو التصاقات داخل تجويف الرحم، أو وجود ورم ليفي في تجويف الرحم. لذلك طبعًا لازم يتم التعامل مع كل الأسباب دي قبل حدوث الحمل مرة أخرى. إن شاء الله في الحلقات القادمة هنقول لكم إزاي بنتعامل مع كل الأسباب دي ونعالجها قبل حدوث الحمل مرة أخرى. شكرًا ليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله، دمتم بخير.